مؤمن زكريا مستمر في العمل بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، سواء في منصبه الحالي أو مع تعديل منصبه ضمن التشكيل الجديد. قرر الأهلي عدم تفعيل بند شراء عقد مروان عثمان بعد نهاية الإعارة، على أن يعود إلى سيراميكا عقب انتهاء مباراة الأهلي والمصري. يرغب النادي الأهلي في استعادة كريم الدبيس مجددا من نادي سيراميكا، مع إعادة محمد شكري إلى سيراميكا مرة أخرى. هناك اتجاه داخل الأهلي لإعادة أكرم توفيق من أجل تعويض رحيل أليو ديانج إلى فالنسيا، حيث ترى إدارة النادي أن أكرم توفيق هو الخيار الأنسب لشغل مركز خط الوسط الدفاعي، لما يمتلكه من خبرات فنية وقدرات بدنية مميزة. تقدم مجلس إدارة الزمالك بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد ياسمين عز، مذيعة قناة MBC مصر، بسبب تكرار حديثها بشكل غير لائق عن نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة. أكد إمام عاشور لمسؤول النادي الأهلي رغبته في تمديد وتجديد تعاقده مع الفريق، مشيرا إلى استعداده الكامل للتجديد. يوجد تفكير جاد داخل النادي الأهلي للتعاقد مع علي محمود، لاعب NB، كما أن اللاعب يرغب أيضا في الانضمام إلى الأهلي. أشرف بن شرقي مستمر مع الأهلي بعدما اقتنع النادي أخيرا بقيمته الفنية الكبيرة، خاصة بعد تألقه مؤخرا، رغم امتلاك اللاعب عرضا قويا من أحد الأندية القطرية، حيث يعرف ابن شرقي باحترافيته وهدوئه، ويحظى باحترام كبير داخل الملعب وخارجه. شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل حول الفريق الذي سيشارك في بطولة الكونفدرالية، بعد حصول زد على المركز الثاني في الكأس، حيث يرى البعض أن اللوائح تمنح المقعد لنادي زد، بينما يؤكد آخرون أن سيراميكا هو الأحق بالمشاركة. وتواصلت مع مصدر مسؤول بارز داخل اتحاد الكرة، أكد أن هاني أبو ريدت سيجري اتصالته للإطلاع على ما تنص عليه اللائحة بشكل رسمي، قبل الإعلان عن الفريق الذي سيشارك في بطولة الكونفدرالية. كان الأهلي يخطط للاستعانة بمحمد شوقي في منصب مدير الكرة مع بداية الموسم الجديد، في ظل حالة الرضا والثقة الكبيرة في عمله، إلا أن المدرب يفضل حاليا الاستمرار مديرا فنيا لنادي زد، لذلك لم يحسم اسم شاغل المنصب حتى الآن.